اهلا ومرحبا بكم في قناتكم على اليوتيوب كوره 24 في بث مباشر لمباراه ريال مدريد وبايرن ميونخ. 27 دقيقه والمباراه مشتعله وما زالت النتيجه هي تقدم او التعادل الايجابي 1-1 بين ريال مدريد وبايرن ميونخ في مباراه متكافئه الهجمات. في هذه اللقطه ضربة حرة غير مباشرة على منطقة الجزاء من حدود 25 ياردة شديدة الخطورة على مرمى بايرن ميونخ، موجهة مباشرة للمرمى. ضربة حرة غير مباشرة هتكون يعني في منتهى الخطورة. مارك نوير برضو بيطلع كورة بالهيد من على خط المرمى في الدقيقة 25. هجمات متتالية من الفريقين. ريال مدريد طبعا بدأ الفوز، بعد كده تعادل بايرن ميونخ. بايرن ميونخ عنده امل ان هو يحاول يحرز هدف ويقتل احلام ريال مدريد، لكن ريال مدريد عنده الامل، وخصوصا ان 1-1 2-1 اكسترا تايم وكرات الترجيح بتسهل المهمه نوعا ما له، لكن طالما هو ما احرزش اهداف بتكون المهمه اصعب واصعب. لازم دلوقتي ريال مدريد لو بيفكر يسهل المهمه على نفسه يحرز اهداف. طب النهارده بتتكلم في الدقيقه 28، طب النهارده لو قدر يحرز هدف دلوقتي او على الاقل في الشوط الاول المهمه هتكون اسهل واسهل واسهل. ركله حره غير مباشره في الدقيقه 29 داخلين عليها هي هتتنفذ بمنتهى الخطوره، منتهى الخطوره. هدف لريال مدريد زي ما قلنا لكم، هي كذا ضربه جزاء، يعني هي ضربه حره غير مباشره على بعد 25 يارده مباشره للمرمى، متاخمه للمرمى كانها ركله جزاء. فعلا لعبها ممتازه جدا لاعب ريال مدريد. حاول معاه نوير لكن ضربت في ايده ودخلت المرمى، لان كانت ملعوبه بالقدم اليسرى في الزاويه اليسرى لنوير بمنتهى القوه، ملعوب بطن الرجل، لكن طبعا عمت السكريبت بتاعها او الار2 لواو، خدت لواو كامله يعني. طبعا صعبه جدا. 2-1 لريال مدريد. ما اراده ريال مدريد ان يحرز اهداف زي ما قلنا لك كده، المباراه رجعت لنقطه الصفر. المباراه دلوقتي 2-1. طب 2-1 دلوقتي على ركلات جزاء بقى، لو استمروا على كده ركلات جزاء. طب لو احد الفريقين احرز هدف خلاص يبقى كده مفيش ركلات جزاء ولا وقت اضافي، خلاص انتهى الموضوع. لكن كده انا كده بقى تقدر تقول ان في ربع ساعه بين الشوط الاول والشوط الثاني على اللي يفوز. دلوقتي اللعبه على اللي يفوز بقى، خلاص ما تقوليش ملعب ريال مدريد او ملعب بايرن ميونخ، خلاص تساوت الكفات واصبحت قدامك 60 دقيقه للي يفوز، ساعه من الزمن للي يحرز اهداف يقدر يصعد مباشره. مشاهده ممتعه، ستكون من افضل المباريات.